ازيكم يا احلى متابعين؟ لو انت يومك زحمه وبتجوعي بسرعه ومفيش وقت للطبخ، الفيديو ده معمول ليكي. هقولك النهارده على وجبات دايت خرافيه سريعه مشبعه وطعمها حرفيا احلى من الوجبات العاديه. وجبات بتجهزيها في اقل من 5 دقايق، مش محتاجه نار تقريبا. ممكن تعمليها في المدرسه او الشغل او قدام التلفزيون، وسعراتها قليله ومضمونه. وكمان هفاجئك بوجبه بتشبع 4 ساعات كامله، وهقولك ازاي تعمليها في دقيقتين بس. فركزي معايا، ده فيديو هينقذ يومك. واول وجبه سناك الطاقه السريعه عباره عن زبادي وكاكاو خام وعسل نحل وموز. المكونات: علبه زبادي ورشه كاكاو خام ونص موزه مقطعه ونقطه عسل نحل اختياري. الطريقه: نقطع الموز، قطعي نص موزه وضيفي عليها الزبادي ورشه الكاكاو وقلبي. والسعرات قليلة جدا والطعم زي موس شوكولاتة خفيف وما بياخدش دقيقتين. دي اكتر وجبة بتمنع هبوط السكر لما تكوني جعانة فجأة. والوجبة التانية: رول البيض البارد ده بالعيش البلدي، ده للناس اللي بتحب وجبة بتدي شبع عالي جدا. المكونات بتاعتها: بيضة مسلوقة جاهزة، جبنة لايت، خيار مقطع، ربع رغيف بلدي. الطريقة: اهرسي البيضة، معلقة صغيرة جبنة لايت ومعاهم رشة فلفل، افرديهم في ربع رغيف بلدي، ضيفي الخيار وكليهم وخلاص. تعرفي ان الوجبة دي بتشبع 3 ساعات وبتاخد اقل من 3 دقايق. والوجبة التالتة اللي هي التونة السحرية، دي بجد من اكتر الوجبات اللي بتشبع، وطعمها بيعتمد على التتبيلة مش التونة نفسها. ومكوناتها: تونة متصفيها من الزيت وليمون وملح بسيط وفلفل ومعلقة صغيرة زبادي وخيار او طماطم، وتتقدم في طبق او في ربع رغيف. هنعملها ازاي؟ حطي التونة في بولة وضيفي عليها الليمون والزبادي والفلفل واخلطيهم. قدميها يا اما في طبق يا اما في ربع رغيف بلدي صغير، سعراتها قليلة ومتحتاجش طبخ نهائي. والوجبة الرابعة سلطة الشبع ال4 ساعات، دي الوجبة اللي وعدتك بيها، سلطة سحرية بتشبع جامد وتتعمل بسرعة جدا. مكوناتها: خس كتير وخيار وذرة قليلة، صدور فراخ كانت جاهزة في التلاجة أو جبنة قريش، زيت زيتون صغير، معلقة صغيرة، وليمون. السر فين؟ في الكمية والبروتين. قطعي الخس كتير جدا وضيفي البروتين، فراخ أو جبنة قريش وليمون، وقلبي. ودي الوجبة اللي هتخليكي مش جعانة نص اليوم، وبرضو بتتعمل في 5 دقايق. والوجبة الخامسة: رغيف العيش بالجبنة القريش المشبع جدا بالعيش البلدي. دي وجبة بسيطة بس خطيرة. مكوناتها: ربع رغيف بلدي وجبنة قريش وخيار مبشور وليمون وفلفل. افردي الجبنة القريش جوه ربع الرغيف وضيفي الخيار والليمون والفلفل، لفة بسيطة وخلاص. طعمها أحلى وسريعة جدا. والوجبة السادسة: كوب الشوفان المبهر، مكوناته من 3 إلى 4 معالق شوفان ولبن أو مية وفاكهة حسب اللي موجودة عندك وقرفة. حطي شوفان مع اللبن في الميكروويف دقيقة وضيفي عليه الفاكهة وقرفة ويبقى جاهز. لو مش في البيت ممكن تاخديه معاكي في الشغل في كوباية. وسابع وجبة: سندوتش الفراخ الباردة بالعيش البلدي. ومكوناتها: قطع فراخ جاهزة في التلاجة وخيار وخس وربع رغيف بلدي ورشة ملح وليمون. اعملي فراخ كتير مرة في الأسبوع وخليها في التلاجة، وقت الجوع خدي منها قطع حطيها في ربع رغيف بلدي مع الخس والليمون وخلاص كده. دي وجبة بتاخد منك 60 ثانية في حرفيا. والوجبة التامنة: سناك الشوكولاتة الدايت، لما تجوعي لحاجة حلوة وعايزة حاجة تشبع مش مجرد سناك. المكونات: معلقة زبدة فول سوداني لايت، رشة كاكاو خام، ونص موزة. افردي زبدة الفول السوداني على الموزة ورش الكاكاو وخدي قطمة. وجبة حلوة بس سعراتها قليلة جدا. والوجبة التاسعة: السناكس المقرمشة، الخيار والجزر ورشة ليمون. وجبة بسيطة جدا بس بتسد الجوع بطريقة مش طبيعية. اعملي علبة في التلاجة دايما، وقت الجوع افتحي وخدي منها. والوجبة العاشرة والأخيرة: سندوتش الجبنة اللايت بالعيش البلدي. مكوناته: جبنة لايت ونعناع ناشف حسب الرغبة، خيار أو خس وربع رغيف بلدي. اخلطي الجبنة مع النعناع الناشف، افرديها على ربع رغيف البلدي، ضيفي الخضار واقفلي الرغيف.
ولو وصلت لحد هنا اعرفي انك دلوقتي عندك 10 وجبات سريعة جدا تقدري تعتمدي عليهم كل يوم، مش هيتعبوكي في الوقت ولا السعرات. اكتبيلي عايزة جزء تاني ولا اعمل تحدي 5 دقايق ووجبة جاهزة، وسيبي لايك واشتركي في القناة وتابعي واشوفك في الفيديو الجاي. سلام.